السخرية، المتكبرين يحبون يسقطون الآخرين، عنده غرور في نفسه. هذا الغرور يستهزئ بواحد داش، يستهزئ بشخصية فقيرة في القرية، يستهزئ بأي شخصية، لسانه فالت. تقول له هذا مو حاضر، قال هو حتى قدامه أنا ما بالي فيه. في ناس شديد تقول له غيبة، قال حتى قدامه وش حال ويدري أنا أتكلم. حتى بعض الفقهاء يقول لو أذن لك أن تغتابه واغتبت لكانت غيبة محرمة. الإذن ما يسقط الغيبة، تبقى غيبة ما تجوز. الإسلام ما ينبغي المعاصي تنتشر، تقول لي راضي مو راضي، ما يقبل الإسلام. هذه أجواء مسمومة في تدمر العلاقات الاجتماعية اللي تعودنا على الغيبة. بقى الاثنين حتى المؤمنين يقعون فيها. التاسع الاغتمام. وإيش فيك حزين متجضر يا أخوك؟ علوة فلان اللي في المسجد والماتم وكذا، وإيش فيه؟ صفحته طالعت رايح خلاعي طالع وما يدري، نحن ندري دا يطالع. جضرت، خسرنا مؤمن متجضر عليه كلش. حبيبي انت متجضر عليه، انت حن جاي تساهم في فضيحته، ذنبك اكبر من ذنبه، معصيتك اكبر باجماع الفقهاء من نظرة المحرمة. اجماع الفقهاء ان الغيبة اعظم من نظرة محرمة للصور. جاي مسوي انك روحك حزين ومتدين وخايف على التدين، يا حبيبي انت سويت لص عليك الشيطان. لذا بعض العلماء يقول وهذا السبب يقع فيه بعض المتدينين الذين يستغفلهم الشيطان فيقعون في فضيحة مؤمن وهم باسم الحزن على المؤمن. هذا رقم كم؟ 9. العاشر والأخير، أنا جايس أروح غاضب لله. هذا يعني يدرس في الماتم، المفروض ما يصدر منك شيء. تالي الناس ما تجيب أولادها عندنا. أنت حين غاضب لله، غاضب لله وتعصي الله بالشرشير، روح قول له أنت الآن بهالفعل ما يناسب وجودك يانا، تفضل انسحب الله يستر عليك. أما تجي تسوي روحك مغاير لله ولشرع الله وللمسجد وللتدين وتجي تسبب معاصي، وهذا يقول بعد يقع فيه متدينين. إذا هذه مشكلة أيضا يقع فيها بعض الصالحين. بعد مسألة النميمة، وبها أختم لأن في الأوراق واجد خطرها، نقول النميمة. نميمة لو بعض يقول احنا وين والنميمة وين؟ أنا أنمي؟ لا، ما الحمد لله أنا تمام. والله لما أرسها رجال ونسوان، النسوان إلا بسألش عندي الشيء فلانة وش صاير، من نجيب طارش ما ندري شلون وجهها يصير عفر اللي في قلبها عليش. هاي وش يسمونها؟ يسمونها نصيحة، يسمونها أنبي أقول لي شوي صاير. نميمة بامتياز. والرجال نفس الشيء. أنا شايف مرته راكبة يا واحد مو ما أعرفه، ما يصير أخليه مسبه، لازم أقول له ترى زوجتك تركب يا أجانب. يمكن أخوها. والله مرة واحدة كلمت واحدة من أرحام نسباتي أخوها في الشارع، وزوجها داش دكان، طلع وشافت كلمة وحمق، فسألها كيف تكلمين رجال؟ قالت لي هذا أخوي فلان. قال كان قلت لي أنا أسبع من تزوجتش. أخوها مو خليص فما يوافي في بيت عمه، ما شافه سنين. قال لي أنا أسمع بأخوش، كان قلت لي يا أخوش بسلم عليه. شوف الزوج أساء الظن لأن زوجته كلمت أخاها لأنه ما يعرفه، مو أنت الأجنبي وش درك هي خالها أخوها رأسا. قال ما يصير خليها تلعب وزوجها مسبه ما يدري، وراح حظي سبب فضيحة وسبب فتنة وسبب مشكلة. ترى هذا مظهر يمكن قليل سيدنا، لكن خل بناي يبنى عندك. جاء واحد ثاني لا شغله مو عدل، أنا أقول لك مو عدل، لو كذا ويفتن بين البناي وبين راعي البيت. لا هذا مو شغله عدل، تصير له ما تصير يا جماعة واجد. فاحنا نمارس النميمة، هاي صفة ساعات الشيطان يجرنا إليها. أمير المؤمنين جاء واحد نمام، وإيش قال لي أمير المؤمنين؟ قال لي إن كنت صادقا كلامك صدق فهي نميمة، مقتناك كرهناك لأنك نمام، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن طلبت القيل
أقلناك، إذا تبي نسامحك وما تكررها قيلا قيلك، يعني نعفيك. قال بل أقلني يا أمير المؤمنين، سامحني خلاص آخر مرة، ما ملتفت، لأن الناس ساعات على سجيتها ترتكب معاصي. القرآن يتكلم عن النميمة، والذين يقول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، بس يحلف، هماز يعيب، مشاء بنميم، يمشي بين الأطراف بالنميمة، يجي لهذا يقول كلام يروح لهذا يقول كلام، وتبدأ الحروب. هذه تصير. القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ويقول أيضا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ثواب. يجي بين اثنين عندهم زعل يرضيهم، أي شفاعة حسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يكون له عقاب، يكون له إثم منها. أي النميمة فسرت. إذن يا حبيبي شفت واحد يقول له ما روح إلا ما أشتهي زوجتي، تالي يتضح مسوي له سحر. إمامنا الصادق يقول إن من أكبر السحر النميمة. كان يحبها، جو يوزون في راسه، هذه كان تاريخها كذي، هذه أصلا أنت مخاطبنها وهي كذي، هذه أصلا إلى أن ينتظر يوصل البيت يقتلها. إن من أكبر السحر النميمة، يفرق بها بين المتحابين ويجلب العداوة على المتصافيين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، يكشف المستور. والنمام أشر من وطأ الأرض بقدم.